ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واشهدنا على نفسنا وقال لنا الست بربكم؟ كله قال نعم، وخد علينا عهد بما ان احنا كلنا جوابنا كان نعم ان احنا نتبع ونؤمن بيه اول ما يوصل لنا الهدى وما نتبعش الشيطان. وعرفنا ان امتحاننا ان احنا نؤمن بالغيب ونؤمن بوجود ربنا ونتبع الهدى اللي هيبعته لنا. اللي هيتبع الهدى هو اللي هينجح في الامتحان. ودلوقتي جالنا القرآن، جالنا الهدى، وامتحنا باختصار ان احنا نؤمن ان في ربنا. بما ان احنا مؤمنين ان في ربنا نصدق ونؤمن ان الكتاب ده من ربنا، وطالما من ربنا يبقى كل اللي فيه حق ولازم نصدقه. والنقطة التانية ان انت تحقق شروط الاسلام الخمسة وتبعد عن الحد الادنى اللي هو الكبائر، وقتها انت نجحت. ربنا قال لنا في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ربنا قال لنا إن إحنا لازم نتدبر في القرآن، نتدبر في الرسالة عشان نفهم. ووصلنا في سلسلة التدبر في القرآن لحد الآية 48 من سورة البقرة، ولكن لازم نسجل إحنا فهمنا إيه لحد دلوقتي، لأن ده مجرد جزء من السورة الكاملة لسه هتوضح. أول حاجة، ربنا أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، وأنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على 23 سنة. وربنا أمر الرسول بأنه يوصل الرسالة، وأمر النبي بأنه يبين اللي في الرسالة. الرسول جه يوصل الرسالة من ربنا بيقول لك صلي، النبي هيقول لك إزاي تصلي. لازم كلامهم يبقى متوافق، لأن الاتنين نفس الشخص، كل رسول نبي. الرسول مش هيجي يقول لك ربنا بيقول لك صلي بعد كده النبي هيجي يقول لك لا ما تصليش، لا، النبي هيجي يقول لك إزاي تصلي. النبي مش هيقول لك اشرك بربنا، النبي هيقول لك اتبع كلام ربنا. الشيطان هو اللي هيقول لك ما تتبعش اللي في القرآن. فإذا القرآن هو كلام ربنا، القرآن هو الهدى اللي ربنا وعدنا أول ما خد علينا عهد قبل ما ننزل الأرض إن أول ما يظهر لازم تتبعه. ترتيب السور وأسمائها ربنا اللي أمر سيدنا النبي بالترتيب. كل السور قبلها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة، وهنا ربنا بيعلمنا نستعين بيه قبل أي حاجة. واتكلمنا في سورة الفاتحة وربنا وضح لنا فيها ان احنا ازاي نبدأ الكلام معاه، ازاي نبدأ نطلب منه حاجة. لازم تشرك الطمع والخوف. طمعان في رحمته لأقصى درجة مستحيل يردني، وفي نفس الوقت مرعوب من غضبه لو انت عصيته. وربنا علمنا ان احنا نبدأ كلامنا معاه الاول بان احنا نحمده على نعمه، وبعد كده نثني عليه ونذكر صفاته، تعترف ان انت ما بتعبدش غيره وان انت بتتبع كلامه على قد ما تقدر. ودي مش شطارة، ده توفيق من ربنا. وتبدأ تطلب، ربنا مش هيردك، وربنا أكد على طلب الهداية، لان لو ربنا ما هدكش مش هتهتدي. وربنا جعل فاتحة الكتاب في كل ركعة في الصلاة عشان صلاتك تتقبل. سيدنا النبي قال لنا لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فعلا، لان انت هنا ما تأدبتش مع ربنا. بعد كده في سورة البقرة ربنا أكد لنا إن ما فيهوش أي غلط، ما فيهوش أي شك، كل اللي فيه حق، وإن الكلام اللي موجود في القرآن هيساعد بس المتقين إن هم يمشوا في الطريق الصح في الدنيا وفي الآخرة. وربنا ذكر 6 صفات من المتقين. أول حاجة بيؤمنوا بالغيب، رقم 2 بيصلوا، رقم 3 بيزكوا وبيتصدقوا، رقم 4 متيقنين إن القرآن ده ربنا اللي أنزله إنه كلامه، ومتيقنين إن في كتب أنزلت قبل كده وبرضه كانت كلام ربنا، رقم 5 موقنين إن في آخرة وفي حساب، رقم 6 بيعبدوا ربنا. والعبادة هتوضح معناها قدامه، لكن معناها إن هي بيتبعوا كلام ربنا. وده مجرد جزء من الصورة، دي بعض الصفات بس من صفات المتقين، لسه بقيت صفاتهم هتوضح في بقية القرآن. طب ليه لازم نجمع كل صفات المتقين؟ لأن ربنا وصفهم بالمفلحون، وربنا قال في آية تانية إن المفلحون هم اللي هيدخلوا الجنة. وبرضه لأن ربنا قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي هيتقي هيجعله مخرج من أي مشكلة في الدنيا، أي مشكلة، وهيرزقه برزق منها الفلوس من حيث لا يحتسب. فدي 6 صفات منهم. اللي عايز الفرج والمخرج في الدنيا والآخرة لازم يطبق صفاتهم. وربنا وضح لنا ان في فاسقين ووصفهم بالخاسرون، وذكر لنا برضو بعض صفاتهم عشان نبعد عن الصفات دي. رقم 1 بيتركوا عهد ربنا وبينقضوه. رقم 2 بيقطعوا اللي ربنا امر بيه بينك وبين ربنا، زي صلي وزي صوم، وبيقطعوا اللي بينك وبين الناس زي ما تغتابهمش وما تاذيهمش، واللي بينك وبين اهلك زي صلة الرحم وبر الاب والام. رقم 3 بيفسدوا في الارض. رقم 4 بيكذبوا في كلام ربنا. وربنا وضح لنا تأثير الذنوب على القلب، وتأثير القلب على كل حاجة. ربنا وصفهم ان هم في ضلمة ولا سامعين ولا شايفين. والنبي وضح لنا ان مع كل ذنب القلب بيسود لحد ما بيتغلف، لو تاب كل ده بيروح. برضه ربنا بشر اللي هينجح في الامتحان بالجنة ووصف لهم بعض من صفاتها، وهيبشرهم في بقية القرآن بالحياة الكريمة في الدنيا. وبشر اللي هيفشل في الامتحان بالعذاب الأليم. ربنا ذكر لنا في القرآن ان سبب نزولنا الأرض بسبب ان سيدنا آدم عصى، ووضح لنا ان بسبب الذنب بينزل الشقاء وبينزل العقاب، ولكن لو رجعت ربنا هيقبلك زي ما قبل سيدنا آدم. وقال لنا ان الشيطان لينا عدو وبيحاول يخلينا نفشل في الامتحان ونبعد عن القرآن. وربنا وجه خطاب لأهل الكتاب ان هو ربهم، وضح لهم ان كتب عندهم ان محمد هيبعث واول ما يظهر لازم تتبعوه. ربنا قال لنا على بعض التعليم والنصايح، وضح لنا بعض الحقائق، وذكر لنا اكتر من ذنب من الكبائر لحد الآية 48 من سورة البقرة، وهيوضح قدام احنا ليه بنجمع الكبائر. رقم 1 التكذيب بوجود ربنا. رقم 2 التكذيب بان القرآن من ربنا. رقم 3 التكذيب ولو في آية في القرآن. رقم 4 النفاق والكذب على ربنا. رقم 5 الكذب عموما. رقم 6 اللي بينقضوا بعهد ربنا. رقم 7 بيقطعوا اللي ربنا أمر بيه بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس وبينك وبين أهلك. رقم 8 الإفساد في الأرض.
وربنا وصل لنا اكتر من رساله، منها ان هو سامع اللي في سرنا، شايفنا كلنا في نفس اللحظه، وعارف احنا هنعمل ايه في اللي جاي كله. وقال لنا ان اللي بيوفي بعهد ربنا بيحقق له الوعد اللي وعده بيه. اللي هيحقق الشروط اللي قلنا عليها عشان ننجح في الامتحان، ربنا هيحقق له الوعد اللي وعده له، من حياه كريمه في الدنيا ومتاع حسن، وهيجعل له مخرج من اي مشكله، وهيرزقه من حيث لا يحتسب، ومن دخول الجنه في الاخره. الكتاب والهدى اللي ربنا وعدنا بيه يوم ما خد علينا العهد اتبعت. الرسول وصل الرساله، والنبي وضح اللي في الرساله. وعشان نلاقي الفرج في الدنيا وفي الاخره، كل اللي علينا ان احنا نتدبر ونتبع الكنز المهجور. عديت ياسين، انا كنت قلتها قبل كده بس هقولها تاني. عديت ياسين بتتعمل ازاي؟ ياسين لما قرئت له، ياسين قلب القرآن. طب بنعملها ازاي العدية؟ بتقرأ أكثر من مرة. اجتهادات بقى العلماء، يعني هذا العدد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجتهادات من العلماء، اجتهادات من المشايخ. بتقرأ 3 مرات، بتقرأ 7 مرات، بتقرأ 21 مرة، بتقرأ 41 مرة، أي عدد من هذه الأعداد. تمام؟ 1 أو 3 أو 7 أو 21 أو 41. تمام؟ بنيجي عند آيات معينة زي سلام قولا من رب رحيم، بتكرر 3 مرات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بتكرر 3 مرات. وبنقولها بنية إصلاح ذات البين، بنقولها بنية الفرج، بنية دخول الامتحان، بنية ان انا ليا مطلب عند الله سبحانه وتعالى، توجه الى الله سبحانه وتعالى بمطلب معين، بأمنية معينة، بحاجة نفسي فيها، بشفاء مريض. كل الحاجات دي بتبقى